يس. فيديو النهارده من ولاية كوينزلاند. My name is Adi. أنا اسمي آدي. What are you doing? قبل ما اجي ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يتعمل هنا، ولكن اكتشفت ان الولاية دي فيها حاجات كتيرة جدا ممكن تعملها، خصوصا وانها اكتر ولاية مشمسة في استراليا، بالذات لواحد زيي عايش في ملبورن. على مدى اسبوعين هنا عملنا تقريبا كل حاجة. رحلتنا واللي هتبقى على مدى الكام فيديو اللي جايين هتكون من ولاية كوينزلاند، واحدة من أغرب الولايات اللي انت ممكن تزورها هنا في استراليا، وأول محطة هي العاصمة بريسبن. اول حاجه بقى حبيت اعملها ان انا اجيب الكارت بتاع التنقلات اللي هو الترانسبورتيشن اللي هنركب بيه الاتوبيس اللي هيودينا للسيتي. في سيدني في الاوبل، في ملبورن في المايكي، هنا في كوينزلاند في بريسبن في الكارت اللي اسمه جو كارد. ده تكلفه الكارت نفسه $10، وانت ممكن تحط عليه بقى اي حاجه زياده. انا حطيت عليه 10 كمان، ممكن استخدمهم في ان انا اتنقل سواء بالترين او كمان بالباص. حاجة لاحظتها ان في ملبورن انت ممكن تتاب الكارت بتاعك في اي وقت. يعني انت لو ركبت ونسيت مثلا ان انت تعمل تاب بالمايكي بتاعك ممكن تعمله في اي وقت. هنا في بريسبن الموضوع مختلف. المكنة بتاعت اللي انت بتتاب عليها دي مجرد ما انت طلعت هي بتبقى شغالة. اول ما الاتوبيس بيمشي المكنة دي ما بتخلكش ان انت تعمل اي تابنج عليها، فانت لازم تعمل تاب بالكارت بتاعك وانت داخل الاتوبيس وانت خارج. ولو نسيت ان انت تعمل اي تاب خلاص كده مش هتعرف تعمله مجرد ما الاتوبيس يمشي. انا لسه مش عارف، ده اول يوم ليا فانا ما اعرفش بنتحاسب ازاي على الرحله يعني. بس احنا ركبنا تقريبا 10 دقائق ربع ساعه بالاتوبيس، حوالي 4-5 محطات، دفعنا $2 وحوالي 70 سنت. المنطقة اللي احنا فيها ديت منطقة بتاعت كوين ستريت مول، دي زي السيتي سنتر هنا يعني. وخدت بالي برضو من حاجة، اليوفط اللي فوقية دي حاجة انا ما شفتهاش لا في سيدني ولا في ملبورن ولا في تاسمانيا. اليوفط هنا بالعربي، يعني اليوفط موجود فيها كذا لغة، في بالانجليزي ولغات تانية كده غالبا صيني او كده، وكمان في بالعربي. فوق ورايا مكتوب اهو بوست اوفيس سكوير، ميدان مكتب البريد. دي حاجه انا ما شفتهاش في اي حته تانية في استراليا. ربع ساعه مشي بقى من السيتي هتلاقي الميوزيوم بتاع ارت جاليري بتاع ولايه بريسبن او ولايه كوينزلاند، وعلى الناحيه الثانيه منه هتلاقي اشهر حاجه مشهوره هنا في الولايه البريسبن ساين. فما ينفعش تيجي هنا في بريسبن وما تروحش تاخد الصوره المشهوره مع العلامه بتاعت بريسبن دي او الكلمه بتاعت بريسبن دي. Best photo shooter in the town. Thank you. Yeah, it's the best photographer. ما ينفعش تيجي هنا وما تاخدش الصورة بتاعت العلامة بتاعت بريسبن دي. احنا كمان جينا في وقت ما كانش فيه ناس كتيرة فالعلامة كلها كانت فاضية. المنظر بجد حلو قوي. انا ما بقاليش هنا كتير، حوالي بس كام ساعة، بس اللي لاحظته بما ان احنا كنا في السيتي
الدنيا هنا اهدى بكتير جدا من ملبورن. دي حاجه من الحاجات بقى اللي انتوا لو جيتوا بريسبن لازم تجربوها، الويل اوف بريسبن، يعني زي العجله. التكلفه بتاعت الويل اوف بريسبن للعجله يعني اللفه الواحده ب $22. هي حاجه من الحاجات اللي وانتوا جيتوا هنا ممكن تجربوها. ما ينفعش تيجي هنا وتقام ما تاخدش صوره، يعني احنا خلصنا وخدنا صوره والراجل بعد كده بياخد صوره ورانا. العاده ان المكان ده دايما بيبقى اسحب من كده بكتير، فانا متفاجئ الصراحه ان العلامه بتاع بريسبن دي مفيش عليها ناس كتير، والمفروض ان الساعه دلوقتي 1، يعني ده وقت المفروض الدنيا فيه تبقى اسحب من كده. ادي مستنيه يخلص عشان يسالوا اذا كان ممكن يعزف جيم اوف ثرونز ولا لا. للأسف ما كانش يعرف Game of Thrones. He didn't know how to play Game of Thrones now. But he was still good. He is really really good. ما شاء الله. هنا في حاجتين، في كوينزلاند ميوزيوم عاملين فيه عرض دلوقتي كده على الليجو بتاع الديناصورات. تكلفة انت تخش تتفرج $30 ملهاش اي لازمة، اغلب اللي داخلين عائلات بس يعني واطفال. بس واو، الارت جاليري بقى بتاع بريسبن ده اللي احنا رايحينه دلوقتي، دي حاجه من الحاجات انتوا لو جيتوا هنا لازم تشوفوها. الدخول اصلا ببلاش for free. Do you notice the echo? Say something. Yeah. هنا في ايكو كده لاي حد بيقول حاجه، في زي صوت because you have the whales here so there's a bit of echo. That's why everyone keeps shouting and like yelling and like hallelujah. Okay, say something. Long live Egypt. I was afraid you're gonna say Allah. كنت خايف اتجنن ويقول الله اكبر في الصدى اللي احنا فيه دوت. الفكره ان هو زي تانل كده، في زي ايكو عالي قوي، وفوق هنا كده في زي الويلز اللي هي الحيتان او كده، ممر كبير قوي، وطول ما انت ماشي الناس عماله تقول اعمل اصوات عشان الايكو. طبيعي في الميوزيمز المتاحف ان انت هتلاقي حاجات كتيره يعني معقوله، وفي حاجات تانية انت مش تفهم اصلا هي عباره عن ايه. بس انا راضي ذمتكم، ايه ده؟ يعني ايه ده؟ ايه اللي ورايا ده؟ ايه المنظر ده؟ هل ده فن؟ معرفش. يعني ده حد جاب الفرشه وقعد يشخبط، ودي برضو ايه ده؟ يعني هل ده برضو فن؟ دي شويه الوان وحد قاعد يلون بيهم بس. دي لوحة معروضة في متحف في بريسبن في ولاية كوينزلاند في استراليا. عاملين حاجة حلوة قوي هنا، ان في ناس ورايا اهو، يعني عائلات وكده، امهات بالذات جايبين عيالهم الصغيرين وبيقعدوهم هنا وعمالين بيفرجوهم على اللوح، والعيال عمالة ترسم اي حاجة. عاملين لهم زي ركن كده في كل مكان هتزوره، زي مسند كده بتاخده، وورقة. في هنا ورق كتير قوي، تاخد ورقة ومعاك بقى الأقلام اللي هي الرصاص ديت، وممكن بقى تشخبط وترسم أي حاجة. احنا خلصنا المتحف، مش كبير، حوالي دورين كده 3 أدوار. خلصنا مثلا تقريبا في ساعة ساعتين بس، شفنا كل حاجة. كويس، لو جيتوا هنا ابقوا شوفوه. احنا دلوقتي خلصنا وهنروح بقى وجبة الغدا، فاحنا محتاجين نروح نشوف أي مكان ناكل فيه. وبما إن احنا جنب السيتي فاحنا رايحين على كوين ستريت مول، دي الحته اللي هي كده في قلب بريسبن، علشان نشوف ايه المطاعم او الحاجات اللي موجوده هناك بحيث نتغدى، وبعد كده بقى نشوف احنا هنعمل ايه. Now water? Sure? There might be some more. Is it? I'm so stupid. I thought it's the automatic one. Sorry. He lived here for how many years and he doesn't know 6. That water is coming this way. My bad, guys. I'm better than this. Yeah. ادي جرب يملى ميه. الميه هنا مش احسن حاجه للاسف، فلو جيتوا هنا يا طعمها فيه حاجه غريبه، فلو جيتوا هنا ما تعتمدوش على الميه. يفضل ان انتوا تشتروا ميه بقى من اي مكان، من وولورث او من كولز او كده، لان الميه هنا في الشارع وفي البيوت غالبا في الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه مش احسن حاجه. احنا بقى لنا في بريسبن هنا حوالي 2 3 بالظبط من ساعه ما وصلنا. مشينا تقريبا في الساعتين 3 دول حوالي 12,000 خطوه. كل حاجه هنا قريبه من بعض. فاحنا دلوقتي رايحين على كوين ستريت مول، برضو هنتمشى له علشان نشوف اي مكان بقى نتغدى فيه. احنا وصلنا الشارع بتاع كوين ستريت مول ده، بس التحدي بقى ان انت تلاقي مكان تاكل فيه
من غير ما يبقاش جانك فود. هنا المطعم اللي هو دوت فابيانو، هنخش نستكشف جوه كده ونشوف هل ممكن نلاقي حاجه كويسه ناكلها ولا مفيش هنا بس غير جانك فود. احنا بقى لنا حبه حلوين بنلف في الشارع بتاع كوين ستريت مول ده. We're trying to find وللأسف food and we have no idea where we will find one. مش لاقيين مكان ناكل فيه، كله جانك فود. هانجري جاك، ماكدونالدز، KFC. مش لاقيين الصراحه مطعم يا ماكرز، مش لاقيين مكان الصراحه ناكل فيه. وفي سوشي بس احنا ما كناش حاجه من الصبح فعايزين اكله محترمه. فمش عارف، بقى لنا مثلا ربع ساعه او تلت ساعه عمالين نلف مش لاقيين اي مكان ناكل فيه غير اماكن الجانك فود. Oh, that's pretty good. I can have a sushi as well. لقينا في فود كورت كده في جنب يعني في كوين ستريت مول، والفود كورت دي فيها كذا حاجه، فيها بريد توب بتاع المخبوزات، وفيها مطاعم تايلاندي ومطاعم فيتناميزي ومطاعم سوشي. فغالبا ادي هيجيب حاجه وانا هجيب حاجه، وهنقعد بقى في اي ترابيزه من الترابيزات دي علشان ناكل، لان احنا جعانين جدا ما كلناش اي حاجه من الصبح. Yeah, perfect. Thank you so much. Thank you. الفود كورت هنا فيها مطاعم من كل حته في العالم، تايلاندي، فيتناميزي، تركي، يوناني، حتى مطاعم الفاست فود. كل حاجه موجوده في الفود كورت ده. انا رحت للتايلاندي النهارده، جبت فراخ بالكاجو بالرز. What did you get? I got some chicken katsu, some rice, and chicken and cucumber sushi. So Japanese. Yeah, Japanese. احنا في ملبورن عندنا الاشهر نهر هناك موجود اسمه ليارا ريفر. هنا بقى في بريسبن ما فيش اي ابتكار، بريسبن ريفر ده اسم اشهر نهر موجود هنا في بريسبن. ده نهر كده موجود على يعني تحت الكوبري، وفي زي فيرز اللي يلعب براب بتتحرك جنبه يعني تحته على طول. Just been walking for 3 hours and Adam's like super tired. We had to wait like 10 minutes for him. And now we are going to a spot where he's gonna rest for 30 more minutes. 33, 34 maybe? في بريسبن في كذا بوتانيكال جاردن، في واحدة هنا في السيتي، وفي واحدة تانية حوالي نص ساعة مثلا أو تلت ساعة سواقة جنب جبل مشهور قوي هنا اسمه ماونت كوتا. ممكن نروحها ساعتها لما نروح هناك بالعربية، بس احنا حبينا نستقر كده شوية ونريح، فجينا هنا نقعد حبة في بوتانيكال جاردن هنا في السيتي في بريسبن، لأن احنا مشينا كتير قوي قوي النهاردة.